عن هذا الخبر معي الآن من الأردن مراسل فرانس 24 عبد الله الكفاوين. عبد الله، صباح الخير، ماذا في تفاصيل هذا الهجوم؟ نعم، بالفعل اليوم منذ صباح اليوم وقبل الساعة 7 صباحا تعرض مكتب البقعة، مكتب مخابرات البقعة، إلى هجوم اعتبرته السلطات هو هجوم إرهابي من قبل إرهابيين تكفيريين. أيضا كانت نتيجة هذا الهجوم هناك 5 أشخاص توفوا من المخابرات العامة، وكما صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام بهذه التصريحات. مخيم البقعة بالفعل هو مخيم للاجئين الفلسطينيين، وهو موجود بالمقربة من عمان. نعم، وقد هذا الهجوم الإرهابي يعتقد بأنه كان انتقام من العملية التي حدثت في إربد قبل فترة من الزمن، قبل ما يقارب الأشهر. طيب عبد الله، هل هذا المخيم شهد هجمات من قبل، أم أن هذا الهجوم هو الأول من نوعه؟ لا، يعتبر هذا الهجوم هو الأول من نوعه على بالنسبة لجهاز المخابرات العامة في كل المحافظات. لم يسبق أن تعرض أحد المكاتب التابعة للمخابرات العامة بتعرض لهجوم أبدا. جهاز المخابرات العامة بشكل عام في الأردن له خصوصية معينة، ويكون كل المعلومات أصلا الواردة منه تأتي بشكل رسمي، ولا تأتي بمصادر. فبالتالي كل المعلومات حاليا عن هذا الموضوع تحديدا بانتظار التصريحات الأمنية والتصريحات الرسمية حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك من الأردن مراسل فرانس 24 عبد الله الكفاوين، وسنتابع معك هذا الموضوع.